تبي ربي يفتحها عليك كذا فجأة. هذا الكلام قبل سنة قلت أكيد. قال طيب بوصيك بثلاث أشياء. قلت سم. طبعا الاثنين الأولى كل يعرفها، بس الثالثة صدمتني وغيرت حياتي وصب علي الرزق صبا. لا إله إلا الله. وربي بارك في حياتي وتغيرت الدنيا في يعني حتى من كثر الرزق أصبحت لا أراه. لا إله إلا الله. أزهد فيه. قال لي بر الوالدين أوصيك فيه، الصلاة أوصيك فيها، الثالثة اللي بتصلح بعدها أمور دنياك. قلت سم. قال ذنوب الخلوات. الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أي ذنب وأنت في خلوة ما يراك فيها إلا الله، تأكد إذا تركتها أنت حققت معنى تقوى الله الذي ذكر في القرآن بأشكال عديدة جدا. واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.